النجاح ليه 1000 أب، الفشل أنت أبوه الوحيد. عارف لما بتنجح توصل لأن الأوفيس بوي بيقول لك ده أنا اللي عملت لك الشاي، وهو بينه وبين نفسه حس إن عمايل الشاي دي بقى ليه دور في نجاحك. أما في حالة فشلك حتى الناس اللي أنت سمعت كلامهم اللي كانوا بينصحوك وودوك في 60 داهية، لما هتيجي تلومها يقول لك وأنت مشيت ورايا ليه؟ طب أنا ما بفهمش. أنت مش المفروض بتفهم؟ فما تشغلش بالك بلوم حد ولا بإثبات وجهة نظرك لحد، ولما تنجح ما تقولش لحد شفت أنا قلت لك، هو كده كده شاف. والناس اللي أنت كنت متوتر منهم إزاي هتبرر فشلك هتلاقيهم حواليك وهم اللي بيسلموك كاس النجاح. فرجاء ما تشغلش بالك بأي ظروف من اللي حواليك، ركز في طريقك بس، ما تشوفش غير طريقك بس، مالكش دعوة بالنتائج علشان ما توترش نفسك. أول حاجة بتشكل ضغط على البني آدم إن هو يكون باصص على النتائج ومستنيها تحصل في وقت معين. بمعنى لو أنت جيت قلت أنا عايز آخر السنة أشتري عربية، فأنت اشتغلت وعمال بتدي وبتشتغل، لو بعد الشهر السابع أو الثامن لقيت إن الفلوس اللي معاك ما كملتش، أنت هتحبط وهتنزل لتحت وممكن تبطل شغل علشان خاطر طبعا الهدف اللي انت عايزه حاسس انه مش هيحصل. في حين ان انت لو ما حطيتش لنفسك ديدلاين وممكن تكمل، ايه المشكله اللي لما تبقى اخر السنه تبقى بعد اول السنه الجديده في شهرين؟ انت عندك هدف اللي هو انجح، عندي هدف ان انا اشتري عربيه، عندي هدف اوصل له. اوعى تشغل بالك بالظروف اللي حواليك ولا برأي الناس فيك. قريت حكمه جميله قوي قالها ابراهام لينكولن الرئيس الامريكي، إن أفضل طريقة للتنبؤ بمستقبلك هو صنعه. لقيت الكلمة دي عميقة قوي فعلا. عشان تقدر توصل لتوقع مستقبلك اصنعه، اتكل على الله واشتغل، متشغلش بالك بحد.